السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده الممبار. انا عندي الممبار بتاعي منضفه كويس جدا وغسلاه حلو قوي، وعندي خضره محشي طبعا من كل حاجه، بقدونس وشبت وكزبره، عندي طماطم مسبكاها، وعندي طبعا كوبايه من الزيت، فلفلايه خضراء كوبي بارده، بصلتين مبشورين، وعندي طبعا صلصه. والتوابل بتاعتي اللي هستخدمها مع الممبار شويه من الشطه وشويه من القرفه وملح وفلفل وكزبره وكمون وسبع بهارات. يلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمله ازاي. طبعا انا عندي الرز بتاعي، طبعا رز مصري عادي، عندي كوبايتين من الرز غسلهم ومصفيهم كويس قوي. بس اول حاجه هنعملها مع بعض، هنحط البصل بتاعنا، البصلتين المبشورين، هنحط البصلتين الاول، وبعد كده هنزل عليهم بكل التوابل بتاعتي. بتفرق جدا في الطعم لما تدعكي البصله بالتوابل الاول، تبقى حلوه جدا. هنحط بقى كل التوابل بتاعتي على البصله. هندعكهم كده كويس. عايزه اقول لكم بتفرق في الطعم جدا، وريحه البصله بتطلع جميله جدا جدا من غير بقى ما تسبكي ولا تعملي اي حاجه. بعد ما دعكنا البصل بالتوابل هنزل بالرز بتاعي اللي انا غسلاه ومصفياه. هحط الطماطم بتاعتي، طماطم انا مسبكاها من غير حاجه خالص. هنزل بخضره المحشي، هحط قرن الفلفل مقطعه مكعبات صغيره جدا، بيبقى طعمه حلو قوي مع الخلطه. هنزل بفنجان الزيت، وبعد كده هحط الصلصه بتاعتي وهقلب بقى كل ده مع بعضه. هنفضل نقلب كده عشان كل حاجه تاخد من بعضيها، ما تبقاش في شويه رز بيض او حاجه. لازم تتاكدي كويس ان انت مقلبه الخلطه كلها مع بعضها. تجيبي من تحت ومن فوق كده تقلبي كله مع بعضه. انا بالنسبه لي لون الخلطه كده حلو جدا، مش محتاج ولا طماطم ولا صلصه تاني، حلو قوي كده. هنبتدي بقى نحشي مع بعض الممبار بسهوله جدا. كده الخلطه بتاعتي اصبحت جاهزه. عند الممبار بتاعي طبعا انا بحب الناحيه اللي فيها نسبه من الدهون بحب اخليها جوه مش بره، وهنبتدي بقى نحشيه مع بعض كده بصوابعك كده، وتحشي على طول، بس ما تكبسوش قوي عشان ما يفكش منك. تحاولي تبططيه كده عشان تتاكدي ان هو مش مكبوس قوي بالرز، وتخلي الطرفين اللي هنا واللي هنا الناحيات دي من الاتنين فاضيين، عشان لما تيجي تحطيه في الميه وهي سخنه يقفل معاكي. يعني ما تخليش الرز كامل معاكي للاخر، تسيبي من طرف من الناحيه دي فاضي وطرف من الناحيه دي فاضي عشان يقفل من هنا ويقفل من هنا، الرز ما يطلعش منك كده بالشكل ده. هنخلص بقى الكميه بتاعتنا كلها مع انا بمسك الممبار كده وما بين صوابع الاتنين دولت، بصبعين الاتنين دولت بحشي الرز كده، بدخله جواه كده بالشكل ده بكل سهوله، سهل جدا. بعد ما حشينا الممبار بتاعنا وخلصنا كل الكميه اللي معانا، هنروح بقى على البوتاجاز على ميه تكون سخنه بتغلي. اتاكدي انها كويس جدا انها بتغلي عشان الممبار يقفل معاكي من ناحيتين. يلا بينا. انا عندي الميه بتاعتي بتغلي على النار، هنبتدي بقى ننزل الممبار. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اوريدي اول ما ننزله هيقفل من ناحيتين،
الممبار يا جماعه بياخد وقت في السوا ساعه بالظبط وتطلعيه من الميه، لو سبتيه اكتر من كده هيفرقع منك. هنستنى بقى لما يستوي ونطلعه مع بعض وبعد كده نحمره. كده يا حبايبي الممبار بتاعنا اخد ساعه بالظبط على النار، هنبتدي بقى نطلعه. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا كنت حاطه في الشوربه في الميه يعني بوكيه جرنيه بصل وطماطم ومستكه وحبهان ولورا. هنبتدي بقى نطلع الممبار وفي زيت سخن وهنحمره يبقى لونه ذهبي كده، وهوريكم شكله عامل ازاي. انا عندي الطاسه بتاعتي جاهزه على النار، هبتدي احمر الممبار. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايبي كده اول ما يبتدي ياخد اللون الجميل معانا ده كده، اللون الذهبي ده كده، هنطلعه. عملنا يا حبايبي مع بعض النهارده الممبار. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير. كان معاكم نورة وليد، انتظروني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabato.